الزمالك بيتعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري في الدقيقة ال95. كلام جميل، وطبعًا أنت عارف إن الدقيقة 95 كان خلاص يعتبر كان شبه الزمالك كان خسران، حلو، وكان لسه خسران الماتش اللي فات بتاع أسوان، حلو أوي، يعني الراجل كده خسر 5 نقط في ماتشين ورا بعض، كلام جميل. أنا بس مش هاتكلم كتير، لا تفكر طبعًا إن أنا راجل أهلاوي فأنا هاطلع أحفّل، بل بالعكس أنا زعلان طبعًا، هاقول لك ليه. بُص يا باشا، مبدئيًا أنا اتكلمت مرة و2 و3 ومليون في الحتة ديّة، حتة إيه؟ فيريرا رقم 1. فيريرا أنا قُلت لكم مرة ومليون، الراجل يا جماعة ما عندوش جديد، ما عندوش فكر، ما عندوش خلاص أداء، ما فيش لعب. أنا زي ما باقول لك هو معتمد على زيزو، سرعات زيزو، إمام عاشور يشوط من برّه، مصطفى شلبي يشوط من برّه، يوسف أسامة نبيه، بس. بس الناس اللي بتشوط، شيكابالا ينزل يخلّص له الماتش، يقلب له الدنيا، القصة دي كلّها. بس يا جماعة، ما فيش يا جماعة ما فيش فِكر، ما فيش لعب، ده مش نادي الزمالك اللي إحنا مستنيينه، ده مش نادي الزمالك اللي هو يبقى ورا الأهلي ويبقى في منافسة زي ما باقول لكم. على الوضع ده يعني مش طبيعي. أنت كراجل زملكاوي يا عم سيبك من إن أنا راجل أهلاوي، أنا ممكن يكون ليّا وجهة نظر تانية. أنت يعني أنت مبسوط من الأداء؟ طب يعني ما هو بُص هاقول لك على حاجة، يعني لمّا تخسر، يعني أنت لمّا تخسر وعامل اللي عليك هاقول لك ماشي، إنما خسارة وما فيش أداء لأ. يعني مثلًا في توفيق وعدم توفيق، أنت لمّا تكون يعني عامل كل حاجة في الكورة وخلاص هي مش ماشية، ده خلاص بقى ده نصيبك وبتاعة ربنا خلاص. لكن لمّا تكون عامل كل اللي عليك، يعني أنت ما عملتش حاجة، أنت ما جيتش حرفيًا. فين اللعب، فين الفكر؟ فين؟ ما فيش حاجة يا جماعة. الراجل يا جماعة والله الراجل ما عنده جديد، وأنا قُلتها مرّة ومليون، ما عندوش جديد، خلصت هي باينة، القرعة باينة. هو الراجل قُلت لكم بيعتمد على السرعات اللي عنده، زيزو رقم 1 الراجل ده هو اللي منجّحه، والR2 بتاعة يوسف أسامة نبيه أو شيكابالا أو بوم بتاعة إمام عاشور، مصطفى شلبي، الناس اللي بتشوط وبس. كده، يا إمّا تتصَد وراجعة من الجون وحد بيخلّصها، يا إمّا فاول وcorner بقى زي ما إحنا شُفنا النهارده. بس فين التِك-تاك، فين الخُد وهات، فين الكلام ده؟ ما فيش، ما فيش. يبقى يعني حتى لمّا بيخسر، يعني حتى هو طالع خسران، مثلًا تقول إن في حاجة، يعني في حاجة هتشوفها، في فنيات هيعملها، لأ، هو برضه ما فيش فنيات عنده. ده مبدئيًا ده رقم 1 بالنسبة اللي أنا قُلته كتير واتكلمت عليه، وإن الراجل زي ما باقول لك ما عندوش جديد، ده بالنسبة لفيريرا. أمّا بالنسبة بقى، يعني أنا قُلت لك قبل كده إن سامسون ده مش بتاع نادي الزمالك، خلّينا واقعيين، ولا بتاع أي فرقة في الدوري المصري. يا جماعة أنا قُلت لكم اللاعب من أول ما شُفته لمساته، لاعب تعبان جدًا، 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 جدًا. وحرام، والله حرام إن تبقى في لعيبة في النادي الزمالك يعني مستواه أحسن منّه بمراحل تقعد له، والله حرام. يا راجل يا طيب، ده شيكابالا لو لعب مكانه راس حربة هيبقى مفيد أحسن منّه، والله زي ما باقول لك، ده شيكابالا أطول منّه، أخف منّه، بيلِم وبيشوط أحسن منّه، كل حاجة فيها أحسن منّه. يبقى أنا ليه أجيب واحد زي دوّة أفريقي أقعّد له لعيبة؟ ده أنت يا راجل، ده أنت لو لعبت أوباما زي ما كان ساعات بيلعبوا أوباما مهاجم، لو أوباما لعب هيبقى أحسن منّه. يا جماعة سامسون صفقة فاشلة. أنا آسف طبعًا لأي حد ممكن يكون زملكاوي يشوف إن الراجل لأ كويس، أنا باقول لك والله من وجهة نظري يا أخويا إن الراجل ده صفقة بطيخ. أنا قُلت لكم قبل كده ده بلح، لأ ده شوال بلح كمان، ده ما ينفعش. يعني سيف الدين الجزيري اللي هييجي منه حتى لو هو رجع يعني الcurve بتاعه قَل شوية، لأ سيف الدين الجزيري ما لهوش حل، بس يلعب وياخد كتير، هيرجع تاني لمستواه اسمع مني. أو هو مش نافع مع الراجل ده، الراجل ده لو مشي سيف الدين الجزيري هيرجع تاني، أنا باقول لك اسمع مني. سيف الدين الجزيري مهاجم، مهاجم سريع وعنده كل حاجة ما شاء الله عليه. إنما سامسون المفروض الزمالك حالًا دلوقتي يلحق يا باشا، يالّا ارجع طيارتك اللي أنت كنت جاي بيها ويجيب حد تاني، لازم الزمالك يجيب حد تاني. أنا قُلت لك قبل كده يا باشا لو أنت كنت متابعني وبتشوف الفيديوهات بتاعتي، أنا قُلت لك قبل كده إن الأهلي والزمالك خلاص ما بقتش هُم بقى اللي هُم أحسن فريقين عندهم أحسن quality فهيكسبوا أي حد لأ ما فيش الكلام ده، استحالة خلاص.
كل الفرق أنا قُلت لك قبل كده، كل الفرق اللي هيقابلها الأهلي والزمالك أصعب من بعض. خلاص يا باشا، بُص يا باشا، اللي لسه صاعد عايز يقعد في الدوري. داخلية وأسوان هتقول لك يا باشا أنا هاكسّر الدنيا من دلوقتي عشان الدور التاني ما هادوش دماغي ليه؟ عشان أقعد يا باشا. ما أنا ما أجيش الدور التاني أقعد بقى أجمّع نقطة من هنا وأخسر 3 من هنا، لأ. وكُلّه صارف، كُلّه صارف ومكلّف. ده بالنسبة للناس اللي لسه صاعدة. طب بالنسبة للناس اللي تحت، لأ تقول لك أنا هاقعد أنا عايز أقعد في النُص، اللي هو مثلًا كان السنة اللي فاتت هينزلوا، لأ أنا أقعد في النُص واضمن أقعد في النُص عشان ما انزلش. طب بالنسبة اللي في النُص بقى طالع في ال4 اللي فوق وعايز يقول لك لأ أنا هاقعد في ال4 اللي فوق، أنا ليه أبقى في نُص الدوري؟ طب بالنسبة اللي طلعوا ال4 اللي فوق، لأ يا عم طب ما أنا عايز أخش كونفدرالية، أنا أخش كونفدرالية ليه؟ طب ما أنا أخش دوري الأبطال، طب ما أنا أحلم وآخد الدوري future. أنت معايا؟ ما فيش فرقة سهلة، ما فيش فرقة هتسمّي على أهلي أو زمالك أو بيراميدز، مع احترامي لأي فريق بقى، ما فيش حاجة اسمها أصل دول مش عارف، لا، 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 لأ. إحنا شُفنا أسوان عملت ماتش قدّام الزمالك، مش إيه ده، دي أسوان! إيه اللعيبة دي، مين دول؟ ده كُلّه بيقول لك ده تشيلسي مش أسوان. الداخلية عملت ماتش 10 على 10، وأنا باقول لك الداخلية كسبت بيراميدز وكانت هتكسب الزمالك وتعادلت الزمالك، ولو على الوضع دوّة وقابلت الأهلي ممكن تكسب الأهلي أو تتعادل مع النادي الأهلي. ما فيش فرقة سهلة في الدوري، الفرق كلّها صارفة ومكلّفة. أنت جايب لاعب أفريقي، أنا جايب 3، شكرًا. إيه ده جبتهم منين؟ ما لكش دعوة بقى، من تحت السلم، ييجي يلعبوا قدّامك يقطّعوك. تقول ما شاء الله هُم بيجيبوا اللعيبة منين يا عم، هو إحنا ما كناش شايفين والّا إيه؟ ما تعرفش، وبيجيبوا لعيبة أرخص منك بكتير، وبتيجي اللعيبة تاكل النجيلة عندهم، وبيخلّوهم في أحسن حتّة في المركز، في أحسن حتّة في ترتيب الدوري. يا جماعة زي ما باقول لك ما فيش فرقة سهلة في الدوري، فلو الأهلي والزمالك الفترة اللي جاية دول ما دعموش كويس، ما جابوش لعيبة تقيلة، ما جابوش لعيبة أفارقة فعلًا يبقى أحسن من المصريين الموجودين، يا إما ما فيش أفارقة كويسين أو أنا مش شايف حد أفريقي كويس، ما أجيبش وخلاص واركن في التلاجة، وأجيب لعيبة صفقات حلوة، يا إما أطلّع بقى ناشئين تُقال عندي، يا إما الأعراض اللي برّه أرجّعها وأشوف الدنيا فيها مين اللي ينفع يلعب ومين اللي ينفع لأ ما ينفعش خلاص. الأهلي والزمالك لو فضلوا على الوضع ده وما طوّروش هيتاكلوا، بس أنا شايف الأهلي بيتحرّك وعمّال يدوّر من هنا ومن هنا ومن هنا، أمّا الزمالك شكرًا، معتمد على الناس اللي هم طلّعوها، بس أنا باقول لك على الوضع ده السنة دي هيبقى في مفرمة. دوري أبطال بقى، دوري، كاس، على الوضع ده استحالة. أشوفكم دايمًا على خير، سلام.